سلام للجميع، مرحبا بكم في قناتكم معلم مروان. نتمنى نلقاكم الفيديو في الصحة والسلامة ان شاء الله. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الفكرة رائعة جدا، فكرة نتاع كيكة الفلو. كيكة بواحد الفلو كيجي بنين بزاف، اقتصادية، فقط ببيضة واحدة غادي تحضري واحد الكيكة اللي كبيرة تبارك الله، كيكة ديال العائلة. هنا غادي نشارك معكم واحد الكريمه ديال هاد الكيكه هادي، كتجي غزاله بزاف، كيكه الفلو بالكراميل كتجي ولا اروع. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم الفكره والفيديو، وما تنساوناش من لي لايك من البارطاج. الا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي رمز الجرس، هكا تكوني اول وحده كتوصلي بجديد الفيديوهات ديالي. غادي نبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. غادي نحضروا الكيكه. بعدا اولا غادي ناخذ واحد البيضه مع 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده. كما قلت لكم مقادير اللي سهله جدا واقتصاديه. غادي نضيفوا 3 ديال المعالق ديال الزيت. غادي ناخذوا واحد اي نوع ديال الياغورت. هنا راه زدت له شويه ديال الماء، 3 المعالق ديال الماء مع هذاك مع داك الياغورت. كيما كتعرفوا راه ما كيكونش مملوء حتى لتما، زدت له 3 المعالق ديال الماء. باي نكهه بغيتو هاد الياغورت غادي تضيفوه، باي نكهه بغيتو. انا المهم كان عندي هذا في البيت وزدت له 3 المعالق الماء وضفته مع باقي المقادير، وبديت كنحرك جيدا حتى كيتمزج الخليط ديالي. كيكه اللي سهله سهله جدا، بلا تعب بلا ما تطربي، ولكن كتجي تبارك الله غزاله مفشفشه وحمراء وغزاله بزاف. كناخد هنايا 4 ديال المعالق ديال الدقيق اللي كتكون مملوءه جيدا، والخمسه حسب النوعيه ديال البيض ديالك الا كان كبير ولا صغير. ناخد واحد الساشيه وحده ديال البيكنج باودر من فئه 8 غرام، وكنخلط الكل جيدا مع التحريك. هكا كنحرك مزيان، ضروري هذا الخليط هذا نحركوه جيدا حتى كنحسوا بان الخليط ديال الكيكه ديالنا كيولي كريمي جدا وخفيف شويه. هنا الخليط ديال الكيكه ما غيكونش شويه ثقيل، غادي يكون خفيف بزاف. كما كتلاحظوا راني وريت لكم هكا ان الخليط راه خفيف، كتدوريه هكا كيجيك خفيف بزاف. صافي من بعد كناخد واحد المول. هنا خديت هذا المول زجاجي، درت له شويه ديال الزبده ورشت له واحد الرشه خفيفه ديال الدقيق، ومن بعد كنسرح الخليط ديال كي كنسرحو على هذاك المول. كنكون مسخنه الفران واحد درجة حرارة متوسطة هكا بحرارة، عاد كي شعلت عليه غير بشي 2 دقائق هكاك، غير بدا كيسخن شوية. صافي مباشرة كندخل المول ديالي. بالنسبه لهاد لي مول اللي كيكونوا ديال الزاج، البنات حاولوا ما تبقاوش تدخلوا لي مول ديال الزاج في الفران اللي كيكون سخون بزاف، راه كيكون خطر عليهم. كتكوني بحرا عاد شعلتي الفران ولا كتدخليه هكا مباشره مع بحرا كتشعلي الفران كتدخلي المول ديالك باش كياخد هو الحراره ديال الفران هكا ما يتهرسلكش. صافي من بعد هنايا كندوز مباشره من بعد ما كندخل الكيكه ديالي للفرن كندوز هنا للكريمه. كناخد واحد 2 ديال الموزات او البنان بالمغربيه، وكنضيف له 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده. هنا بالنسبه للسكر سنيده انا عندي هذاك البنان حلو بزاف، راه 3 المعالق ديال السكر سنيده ما غير مملوءه، غير شي شويه لان حلو عندي بزاف. وخديت واحد التفاحه هكا موين وقطعتها حتى هي راه عندي حلوه بزاف، لهذا نقصت شويه من الحلاوه. من بعد كناخد واحد الساشيه ديال الفلو كراميل وكنضيفو مع نصف لتر ديال الحليب. كناخد واحد 2 ديال المعالق ديال النشا وكنضيفهم مع داك الخليط، وكنحاول نبقى نحرك جيدا حتى يتمزج الخليط ديالي. ومن بعد كنديرو فوق النار مع التحريك المستمر، وانا كنحرك هكا هذاك الفلو ديالي فوق النار حتى كي نحس به بدا كيغلى هكاك المده ديال واحد 2 دقائق هكاك، وكنصفيه بداك المصفات. صافي من بعد كناخد هنا وكنطحنو، من بعدا كندوزو هكا في ميكسور غير واحد دوزه هكا خفيفه. ومن بعد كنصفيه داك الفلو، كنصب الفلو ديالي على الكيكه وهي سخونه، وكيما كتعرفوا ان حتى الفلو راه سخون. غير من بعد ما صفيتو صافي مباشره كنت صايبتو هكا على هذيك الكيكه اللي كنت بحرا جبتها من الفرن. صافي من بعد كندوز هنايا للتزيين. كنكون خليت هكا داك الفلو ديالي حتى كيبرد، حتى كيشد الحراره ديال المطبخ. من بعد كندخلو للثلاجه حتى كيشد راسو،
وصافي. من بعد كناخذ هنايا كريم كراميل. هنا هاد الكريم كراميل راني حضرته معكم مرارا وتكرارا هكا في القناة. الا بغيتو نشاركو معكم مره اخرى كتبوه لي في لي كومونتير وغادي نشاركو معكم بكل فرح. هنا خديت هاد كريم كراميل، ومن بعد كناخذ هنايا واحد 4 ديال الحبات حتى ل5 الحبات ديال الشكلاط الاسود، وكنضيف له القليل من الحليب، هكا واحد الملعقه ديال الحليب ولا ملعقه ونصف ديال الحليب. حتى كنحصل على واحد الكاناش اللي كيكون اللون ديالو اسود داكن، وكندوزو هكا كنديرو على شكل خطوط. من بعد كناخذ واحد الكورطون ولا اي حاجه عندك هكا كدوزها على هذاك الشكلاط، دوك الخطوط ديال الشكلاط، وكنديرها على هذا الشكل ديال ميلفوي. كيجي زوين صراحه الشكل ديالها بحال هكا. كنحصل على كيكه ديال الكراميل كتجي رائعه جدا، منظر غزال بزاف. اما المذاق راه ما تشبعيش منها. هنا بالنسبه للبنات لداك الكراميل حاولوا ما ديروهاش بحالي انا راه كان باقي شويه دافي داك الكراميل، وغير ضفتو شويه بدا كيسيح لي من دوك الجناب داك الشكلاط. لان اولا كثرت تما شويه الشكلاط، وحتى الكراميل كان مازال عندي واحد شويه دافي. خليوها الكراميل حتى يبرد مزيان، عاد ضيفوا ديك الطبقه الاولى ويشد راسو شويه، وعاد من بعد ديروا دوك الخطوط ديال الشكلاط هكا باش ما يوقع لكمش هكا داك بحال هاد الاخطاء اللي عندي انا في الجوانب. المهم كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الفكره ولا هاد الكيكه هادي، راه جات غزاله بزاف مذاقا ولا شكلا، والفكرة سهلة واقتصادية جدا. فقط ببيضة واحدة غادي تحضري واحد كيكة اللي عائلية، كيكة اللي بنينة بزاف. وصلت نهاية الفيديو، كنتمنى يلقاكم الفيديو في صحة وسلامة إن شاء الله. دمتم في رعاية الرحمن، وإلى اللقاء. باي باي.